لو بتعملوا دايت الفيديو ده هيكون مفيد جدا جدا ليكم. هشارك معاكم بعض الوجبات او بعض الحاجات البسيطة اللي بتسهل معايا ان انا استمر في الدايت، ولو بشتغل او مش فاضية او مش عايزة ان انا اهمل الموضوع بتاعي. اتبعوا الخطوات بتاع النهاردة والنصايح اللي انا هقول لكم عليها، بجد هتستفادوا منها ان شاء الله، وهتستمروا وهتوصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه. يلا نبدأ على طول. اول حاجة بحب اعملها هو بيوريه التمر. بيوريه التمر ده بيدخل في حاجات كتير جدا، في عصاير، في حلويات، كسناك مثلا لو انا حابة ان انا اكل حاجة تكون مسكرة. اول حاجة هنشيل النوى وهنشيل اي حاجة تكون موجودة عليها اللي هو الجزء اللي بيكون فوق ده. هضيف عليه مية مغلية، هغطي الطبق بتاعي كويس جدا وهسيبه شوية كده، نص ساعة ساعة كده. كل ما اسيبه اكتر كل ما هيطرى على ما يكون طري. هنبدأ نحضر تتبيلة للفراخ، بكون جاهزة عندي في التلاجة. مش عارفة اكل ايه، ماليش نفس او مفيش اي حاجة في دماغي اللي انا اعملها، على طول بطلع شرايح الفراخ اشويها، اقدمها مع سلطة، مع اي رز اكون انا عاملاه، مع مكرونة اكون عاملاها، اعملها سندوتشات. هتساعدني وهتفتح المجال قدامي ان انا اقدمها باكتر من طريقة. التتبيلة كمان بسيطة جدا جدا بس طعمها حلو قوي. هنحتاج ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، معلقتين كبار من صوص الورشستر، وممكن نخليها معلقة لو انتوا بتحبوش طعمه قوي. صويا صوص معلقة كبيرة من الصويا صوص، عصير ليمونة. هقلب كل حاجة مع بعضها. هضيف شرايح الفراخ دي، كان عندي قطعة كده من صدر الرومي قطعتها شرايح بالشكل ده وبعد كده ضفتها على التتبيلة. ممكن نستخدم وراك فراخ مخلية، بس الاصح طبعا والاقل في السعرات الحرارية هو صدر الفراخ. هقلبهم مع بعض كويس جدا واغطيها ويكون كده الفراخ معايا جاهزة. هنيجي بعد كده على الاكتر حاجة اللي بتفتح نفسي بقى، في فطار، في غدا، في عشاء، هي سلطة بابا غنوج. بعمل منها كمية وبحطها في التلاجة، بجد تفتح النفس كده في اي وجبة. 2 بتنجان يكون كده وسط، شويتهم وبعد كده غطيته عشان يسهل معايا ان انا اقشره. بعد ما قشرته بالشكل ده هضيف عليه حبة من الفلفل، فصوص من الثوم. انا بحب الثوم كتير فبكتر، لو انتم مش حابين يكون طعمه باين قوي فهيكون فص او 2. عصير ليمونة، معلقة طحينة، ملح، فلفل، كمون، كزبرة. هحطهم في الخلاط او في الكبة لحد ما يكونوا ناعمين وبيوريه كده بالشكل ده. هظبط الملح كويس جدا عشان بيفرق قوي في الطعم. وضفت معاها كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعلى الوش كمان هضيف زيت زيتون بيحافظ عليه فترة طويلة. من اكتر الحاجات اللي انا وانا بعمل دايت ما بستغناش عنها وعلى طول لازم ابدا يومي بيه هو العصير الاخضر. وعشان نعمل العصير الاخضر محتاجين سبانخ، والسبانخ كل ما تكون اللي هي السبانخ الصغيره دي وتكون فريش ونعينها كده فريش لسه تخلي طعم العصير احلى بجد. جبت سبانخ وغسلتها كويس جدا، سبتها تصفي الميه بتاعتها وبعد كده هخزنها عندي في الفريزر. ممكن اخزنها عندي في التلاجة تقعد يوم واتنين وتلاتة محصلهاش حاجه. وحطيت تحت وفوق مناديل بستخدمها في الفترة دي في السلطة، بتكون حلوة قوي. الباقي هحطه في كيس وعينه في الفريزر، بتكون حلوة قوي وهي ساقعة، بتعمل العصير السموذي بتخليه حلو قوي. كده التمر عندي كان طري خالص. احطه في الكبة وهضربه كويس جدا. انا بحب يبقى فيه قطع كده شوية، ما بحبوش يبقى بيوري ناعم، فعشان كده ما خليتوش يتضرب اكتر. بحب ان انا احس بطعم التمر كده وانا باكله. وهنيجي للبنجر، والبنجر كمان من اكتر الحاجات اللي بحب ادخلها في وصفات كتير جدا. فعشان نخزنه ويبقى معانا كده طعمه حلو ومحافظ عليه ويقعد معانا فترة طويلة، بجيب البنجر وهو لسه طازة، اقشره، ما بسلقهوش، ما بعملش فيه اي حاجة، بقطعه بالشكل والحجم اللي انا عايزاه. لو انا عينه عندي في الفريزر ومحتاجاه في عصير فهقطعه مكعبات كده صغيرة واخزنه في الفريزر. بطلع بالمكعب والاتنين والتلاتة احطه على العصير زي ما انا حابة. اضيفه مثلا في صلصة طماطم، ممكن اعمل منه شرايح رفيعة بالشكل ده باكل بيها الجبنة، بتبقى بديل عن العيش او كسناك مثلا.
ومش حابه ان انا اكل فيه حاجه فيها تكون سعرات حراريه عاليه او اكل فيها حاجه فيها نشويات. طعمه حلو قوي بجد، بس ده ما بكونش عيناه في الفريزر، مع انه في التلاجة عندي. وممكن كمان ابشره، بيسهل بعد كده ان انا احطه على العصير يختلط اكتر. وكمان بيكون حلو قوي لما انا اطلعه وهو مبشور اضيفه على السلطه. وممكن اعمل منه صوابع رفيعه خالص خالص، اللي هي بتكون عامله زي صوابع البطاطس المقرمشه الرفيعه، اضيفها على السلطه. ودي كل الافكار اللي حبيت اشاركها معاكم النهارده. لو بتعملوا دايت او رجيم بجد هتعجبكم جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفه، والسلام عليكم.